انت لو عايز غلطاتك اللي بتعملها في الحياة دي ما تتحسش وما تتشافش، وعارف كل الغلطات اللي بتقابلها في الشغل من تأخيرات، من غيابات، من امور بتحصل في حياتك كلها ما تتحسش، لازم تعرف الاسم ده. الاسم ده يساعد حضرتك انك تكون من الناس اللي ليها قبول وليها حب وليها ود في قلوب الناس. الاسم ده مهم جدا جدا ان هو يساعدك قبل ما تقع في الغلط، يسندك، وقبل ما يجيلك العذاب تشوف بينة ليه او تشوف البوادر بتاعته. لان احنا قلنا قبل كده ان ربنا رحيم، ولكن الرحمة من غير الرأفة ممكن ما تبقاش احسن حاجة لينا، لاننا الرحمة دي ترحمنا بعد ما نعمل الفعل. لو احنا وقعنا في ذنب، وقعنا في معصية، وقعنا في حاجة كبيرة، الرحمة ترحمنا. هو بسم الله الرحمن الرحيم، انما ربنا من حبه لينا حط الرأفة جنب الرحمة وقال لك ان الله بالناس لرؤوف رحيم. يعني ايه رؤوف ويعني ايه رحيم؟ الرحيم خلاص اتكلمنا فيها في الحلقة التانية، انما رؤوف دي اللي هي قبل الشيء، يعني هو يمهد لك الطريق قبل ما تمشي عليه، يجيبك الارض ويديك كل اسباب الخير والسعادة والنعيم، ويديك صحة كويسة، ويديك نظر كويس، ويديك سمع كويس، ويديك بشرة كويسة، ويديك ويديك أب، ويديك أرض، ويديك وطن، ويديك حياة. دي رأفة بيك. فربنا رؤوف بيك يعني إيه؟ يعني هو بينوهك وبينبهك قبل ما يجيلك الحاجة، أو قبل ما يجيلك العذاب، أو قبل ما يجيلك العقاب، عشان ما يكونش ليك أي مبرر. أنت النهاردة لو أستاذ في جامعة وجاب الامتحان سهل جدا جدا جدا، هل ده معناه ان مفيش ناس مش هتسقط؟ لا، في ناس برضو بتسقط. فربنا سبحانه وتعالى رفع عننا الحجة جميعا برأفته بينا، لان رأفته بينا على شقين، شق خير وشق شر. ايه ده؟ الرأفة فيها شر؟ ما هو العقاب خد بالك ده نوع من انواع الشر اللي بيصيب الانسان. يعني الخير كلنا عارفين رحمة ربنا بينا ان هو بيرحمنا لو عملنا حاجة وحشة، وبيسترنا وبيحفظنا وكل الأسماء الجميلة دي. ولكن الرأفة في الخير هي إن هو ربنا يديك كل الأساليب الطيبة. يعني زي ما بيقولوا مفيش إنسان بيتولد وحش، كلنا بنتولد طيبين، وبعد كده ده بيبقى موضوعنا احنا، وده بيبقى أعمالنا احنا، وده بيبقى طريقنا احنا اللي احنا بنختاره. والرأفة في العذاب هي ليها علاقة بإن ربنا يعرفك إنك لو عملت هتشوف، يعرفك إنك لو قتلت هيقام عليك الحد، ولو سرقت هتتحبس وهتتسجن، ويعرفك بكل انواع العقاب، ويعرفك ان انت لو اشركت بيه او كفرت بيه هيبقى عقابك في الاخره النار والعياذ بالله. فحتى من رحمه ربنا بينا ورأفته بينا ان هو معرفنا النتيجه قبل ما نعمل الفعل، عشان ناخد بالنا من الفعل كويس جدا ونعمله واحنا واثقين ان اللي عملناه ده هو اختيارنا مش اجبارنا ولا اي شيء. فلو عايز تفعل اسم الله الرؤوف في حياتك، من فضلك خليك رؤوف باللي حواليك، خليك رؤوف بالناس وما تغدرش بيهم، بلاش العصبية الزايدة. اي انسان ضعيف في حوزتك ارؤف بيه، وقبل ما تعاقب عرف، ما تبقاش خوان. ان الله لا يحب كل خوان. ليه الخوان ده؟ يعني ايه؟ يعني فجأة تلاقيه بيثور وبيغضب وبيعمل افعال انت مش متخيلها. هو ازاي بقى كده؟ ليه؟ لان هو مش رؤوف، هو مش عايز يرؤف بيك. فاللي بيرؤف بالناس ربنا بيرؤف بيه، فما بالك لو انت النهارده رأفت بزوجتك وما بقتش غشيم وما بقتش عصبي معاها، ورأفت بابنك وما اديتش ايدك عليه، وبينت له وعرفته ان هو لو نجح هتعمل له كذا، ولو ما نجحش هتعمل له كذا، وعرفته الثواب وعرفته العقاب. ولو رأفت بالارض اللي انت ماشي عليها وما فضلتش تدمر فيها وتأذي فيها. يعني حتى الحيوانات من حواليك محتاجة رأفة. الكلاب اللي انت طول الوقت بتأذيها او الناس بتأذيها دي مش رأفة. فربنا سبحانه وتعالى رؤوف بينا. يعني ايه؟ يعني هو قبل ما يرحمنا بفعلنا بيعرفنا قبل ما نعمل فعلنا ان فعلنا ده ممكن يوصلنا للعقاب ده. فحضرتك بلاش تعاقب حتى الزرع والشجر والبحر تأذيه، بلاش تأذي اي مخلوق من مخلوقات ربنا، حتى الارض اللي انت ماشي عليها ما تبصقش عليها من فضلك، ما ترميش ورقة فيها، دي رأفة بالارض. لان الورقة اللي انت هترميها دي في راجل غلبان هيجي يشيلها، في عامل نظافة هيجي يتعب جدا وهو بيشيلها. انت متخيل ان ادق التفاصيل بتصنع حالة من الرأفة ليك وفي كل حياتك؟ فلما حضرتك تكون رؤوف بالارض ورؤوف بالناس ورؤوف في علاقاتك ورؤوف في شغلك مع موظفينك او مع الناس اللي شغالين معاك، ربنا سبحانه وتعالى يكون رؤوف بيك. ولما ربنا يبقى رؤوف بيك تتستر،
وما تتفضحش. مهما عملت من ذنوب، ما كلنا هنغلط يعني، ربنا سبحانه وتعالى يسترها عليك. مهما وقعت من عثرات، ومهما عملت هفوات، ومهما غلطت، تلاقي الدنيا بتعدي. كان سيدنا عمر بن الخطاب ليه مقولة عظيمة جدا، بيقول ايه؟ بيقول صاحب المعروف لا يقع، وإذا وقع وجد متكئا. الرأفة مش معناها ان انت مش هتقع، الرأفة معناها انك لما تقع واقف. فعايز تكون رؤوف، خليك بالناس رؤوف. وعايز تفعل اسم الله الرؤوف، خليك بنفسك رؤوف وما تدمرهاش وما تأذيهاش. فلما تكون رؤوف باللي حواليك، رب الكون يكون رؤوف عليك. وعشان كده ربنا يؤكد لك ان الله بالناس لرؤوف رحيم، وبالعباد برضو رؤوف رحيم. ومش بس كده، ويقول لك ده سيدنا النبي عليه افضل الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني عايز تنجو في الحياة دي، تخلق بأخلاق الله اللي هي الرأفة، وأخلاق سيدنا النبي اللي هي برضو الرأفة ومعاهم الرحمة. فكل ما كنت رؤوف، كل ما رب الكون بقى رؤوف بيك. عايزك بقى تقول لي ايه اكتر حاجة استفدتها من اسم الله الرؤوف، وايه المشاهد اللي مرت في حياتك، او ايه الآيات اللي بتؤثر فيك جدا 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 وفيها اسم الله الرؤوف. ولو في حاجة شايف ان انا ما قلتهاش وممكن انت تكون إضافة هتضيفها، يشرفني وكلنا نتشارك النفع مع بعض. اكتبها لي في التعليقات، واشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من أسماء وأثرياء. سلام.